وسيدخل ربيع الأول، ترفع الاهتمامات والأفراح والتعبير عن الأفراح بأي شيء كان. فكيف إذا كان الفرح بالله، برحمة الله ونعمة الله، وبمصدر النعم وأصل الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عن ذلك ذكر، شكر، حسن عبادة، تذكير، إطعام طعام، مدح للحق ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلاة على النبي، تسبيح، تحميد، تهليل. إيش هذا التعبير؟ هذا تعبير رفيع، والفرح الرفيع، والتعبير بأحلى ما يعبر به عن الفرح. ولذلك قالوا عن هذه الجموع المباركة معنى فرح بالنبي عسى علينا يدوم، يا مرحبا شهر رحماته علينا، شهر العطايا الجزيلة والمنن والعلوم.